السلام عليكم. موضوع اليوم مهم بزاف وكيهم فئة كبيرة في المجتمع، وهي فئة المتقاعدين، الناس اللي عطاو حياتهم كاملة في الخدمة والوظيفة ودابا وصلوا لمرحلة المفروض تكون فيها الراحة، ولكن الواقع كيقول شي حاجة أخرى. بزاف ديال المتقاعدين في المغرب اليوم كيعانوا بصمت، كاينين اللي خدموا 30 عام ولا أكثر وخرجوا على التقاعد ولقاو راسهم قدام دخل محدود بزاف ما كيكفيش حتى لتغطية المصاريف الأساسية ديال الحياة اليومية، الكراء، المعيشة، الدواء، الفواتير، وحتى أبسط الحاجيات ولات كتثقل عليهم. المشكل الكبير هو أن المعاش في بزاف ديال الحالات ما كيتواكبش مع الغلاء اللي كيوقع في السوق. الاسعار كتطلع كل عام ولكن المعاشات كتبقى تقريبا بلا تغيير مهم، وهنا كيبدا الاحساس بالضغط وكيولي المتقاعد كيسول راسو واش هذا الشيء اللي خدمت عليه طول حياتي. حتى الجانب الصحي كيزيد يعقد الوضع، مع التقدم في العمر المصاريف الطبيه كتولي كثر، وزيارات الطبيب والتحاليل والادويه كلها كتشكل عبء كبير، وكيكون المتقاعد بين خيارين صعبين، يا اما يصرف على صحته ويحاول يغطي ضروريات الحياه الاخرى. كاين حتى جانب نفسي مهم بزاف اللي قليل اللي كيهضر عليه. المتقاعد منين كيخرج من الخدمه كينقص التواصل الاجتماعي ديالو، وكيحس احيانا بالعزله، خصوصا الا ما كانش العائله قريبه او الدعم موجود، وهذا الشيء كيأثر على الحاله النفسيه ديالو بشكل كبير. ولكن رغم هذه الصوره ما يمكنش ننساو ان المتقاعد هم الاساس اللي بنات عليه الاجيال الحاليه، هم اللي خدموا ضحاو وبناو مؤسسات وقطاعات كامله، وبالتالي من العدل ان يكون الاهتمام بهم كبير وان تتحسن ظروفهم بشكل حقيقي. كاينين نقاشات اليوم على ضروره اعاده النظر في انظمه التقاعد ورفع المعاشات وربطها بمستوى المعيشه الحقيقيه، ولكن السؤال اللي باقي مطروح واش هذه الاصلاحات غادي توصل فعلا للمتقاعد البسيط ولا غتبقى غير وعود؟ في الاخير المتقاعد ما كيبغيش بزاف ديال الاشياء، غير حياه كريمه فيها شويه الراحه، شويه الاستقرار، وكرامه محفوظه من بعد سنوات طويله ديال الخدمه والعطاء. وإلا عجبك الفيديو ما تنساش دير متابعه للقناه ولايك الفيديو باش يوصلك كل جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد.